احنا النهارده بقى هقول لكم كلام بيوجع. طبعا مش هيوجع كل الناس، بس هيوجع بعض الناس اللي الكلام عليهم ده طبعا لو سمعوا الفيديو. والله ما رضيت انزل اسم الصفحه، قلت برضو لا بلاش انزلها، كفايه بس ان انا انبههم. تعالوا بقى نسمع الكلام اللي هيوجع الناس. توروتوت. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وطبعا احنا لسه خارجين من العيد، كل سنه وانتم طيبين. بس حبيت بقى بعد ما خرجنا كده من العيد اتكلم معاكم في حاجه دي انا ما كنتش هتكلم فيها، بس بصراحه قلت لا لازم اطلع واتكلم فيها عشان ما تقعوش في الغلط زيي، عشان انا كنت بقع فيه دايما وكتير جدا لحد ما اكتشفت ان كل ده فيك. وطبعا هقول لكم عليه، بس حبيت اعرفكم وعشان ما تقعوش في اللي انا وقعت فيه. تعالوا هقول لكم هو ايه. طبعا انتوا دلوقتي عايزين تعرفوا هو ايه. هو بقى الموضوع بصراحه كان محتاج قعده كده وراحه. انا دلوقتي مجنونه اونلاين زي كتير قوي منكم. بجيب اونلاين كتير جدا جدا، في طبعا اللي باخده وفي اللي برجعه، بس طبعا مصاريف الشحن بتدفع، مفروغ منه. دلوقتي لو كنت قاعده على الفيس عايزه خالص في امان الله، شفت بيج منزله منتج مسحوق، اللي هو لما بيقولك لما يكون عندك مثلا طاسه مصديه من سنين الزيت. طبعا عارفين الطاسات بتاعتنا بتاعت المصريين. قلت اما اجرب، فبعت لهم على المنتج، قالوا لي طب تمام هنبعته، وقالوا لي طبعا الاسعار، واديتهم العنوان ورقم التليفون زي الطبيعي طبعا، وقالوا لي بس يا ريت تدعمينا بصوره. قلت لهم لا، انا مش هدعمكم بصوره، انا عندي قناه على اليوتيوب، هي القناه صغيره بس لحد ما متشافه. قلت لهم انا عندي قناه على اليوتيوب مش هدعمكم بصوره، انا هدعمكم على اليوتيوب. فانا قلت لهم لا انا مش هدعمكم بصوره، انا هدعمكم عندي على القناه، هجرب المنتج وانا فاتحه فيديو، والمنتج حلو بما يرضي الله هقول حلو، المنتج وحش هقول وحش. سبته شويه، بعدين رجعت كلمتهم تاني قلت لهم ايه طيب فين المنتج، هيجي ولا مش هيجي؟ راحوا قالوا لي طب ابعت لنا كده لينك الصفحه بتاعتك، عايزين طبعا يتاكدوا. رحت بعت لهم لينك الصفحه بتاعتي، شافوها ولا حياه لمن تنادي، مفيش اي حاجه. رحت بعت لهم تاني بعدها بيومين على ما اعتقد، قلت لهم طب ايه الاخبار، انتوا مش واثقين من المنتج بتاعكم فخايفين تبعتوه؟ ما ردوش. فضلت وراهم تاني. بصراحه انا عرفت ان المنتج كده خلاص هو فيك، فبعت بس ايه حبيت ابعت تاني، ما ردوش عليا. فخلاص انا طبعا اتاكدت اكتر من ما انا كنت متاكده ان المنتج فيك. هو المنتج فيك اللي هو مش المنتج مش موجود، لا المنتج موجود، بس التفاعل بتاع المنتج هو اللي فيك، ما بيحققش اي حاجه من اللي هما بيقولوها. وطبعا في ناس كتير قوي عامله لهم ترويج للمنتج ده على الفيس، الترويج اللي هما ان انا هعمل لك اعلان اخد فلوس وكده. فبجد بجد يعني حسب الله ونعم الوكيل في اصحاب المنتج الاساسيين، لان هم عارفين ان المنتج مش فعال وبيبيعوه للناس بفلوس. وطبعا الناس اللي بتعمل ترويج للمنتج الله اعلم هم عارفين ولا مش عارفين، عشان انا مش هظلم حد. هم بيبعتوا لهم المنتج الاصلي يجربوا بيه فيديو قدام الناس، وبعد كده المنتج بقى اللي بيجي انا مثلا كعميل طالب المنتج، بيجي لي طبعا المنتج اللي مش اصلي اللي مش هيعمل معايا اي حاجه خالص، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. احنا تعبانين وشقيانين بالفلوس، فحرام تقع مننا على الارض كده في منتج مش هيحقق لنا اي حاجه احنا نتخيلها، حتى لو 1% مش هتحققه، فاحنا تعبانين في الفلوس. فانا حبيت اطلع واقول لكم تجربتي عن المنتجات الكتير قوي اللي بيعملوها على الفيس. يعني لو انا طالبه مثلا ملابس انا هشوفها قبل ما استلم، حلو تمام خلاص استلمت، مش حلو بدي للمندوب الشحن بتاعه اي ما يكون السعر كام. انما لا حاجه زي كده مساحيق طبعا انا مش هعرفها غير بعد ما اجي استعملها. فبجد حسب الله ونعم الوكيل فيهم. فانا حبيت اعرفكم عشان فلوسنا ما تقعش على الارض، احنا تعبانين وشقيانين بيها.